يلا النهارده نعمل الفراخ المشويه في الفرن بكل سهوله وبتتبيله سهله جدا جدا، هتحضريها في دقيقه. وكمان هنعمل معاها الرز المبهر اللي بالبسله والجزر دوت. تحفه قوي 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 وطعمه جميل وتغيير. يلا نشوف دلوقتي. اول حاجه هنبدا بالتتبيله. معايا علبه زبادي كبيره، وكمان كيس مرق الدجاج اللي هي الفوريه، لو مش متوفر مش مهم. وبعد كده معلقه من بهارات الفراخ، ومعلقه كبيره من البصل البودر، معلقه كبيره من الثوم البودر، كزبره، معلقه من الكزبره الجافه، معلقه كمان من السبع بهارات. كل دي معالق صغيره، وكمان معلقه من الزعتر المجفف، ومعلقه كبيره من الصلصه، ومعلقتين كبار من الزيت. وهبتدي ان انا اقلب، وطبعا حطوا ملح زي ما انتوا عايزين ظبطوا. بعد كده عندي هنا الفراخ مغسوله بملح وليمون ومتصفيه كويس قوي. هبدا ان انا افتحها كده بالسكينه، وهنزلها كلها في التتبيله، وهقلبها معاه كويس جدا جدا عشان تتشرب كلها من التتبيله اهو، لحد ما تبقى كده معايا بالشكل دوت. هسيبها بقى على جنب كده شويه، حوالي نص ساعه تتبل براحتها. وبعدين جبت عندي شبكه كده صغيره، وتحتيها صينيه فيها ميه مغليه، وهبدا ان انا ارص الفراخ ومولعه الفرن على درجه حراره 200 كده. بعد تقريبا 3/4 الوقت. شايفين انا مش مولعه الشوايه، مولعتش الشوايه نهائي. شكلها بجد روعه روعه. والخلطه اللي انا سبتها في الاخر زودت عليها معلقه كبيره من الزيت، وابتديت ان انا كل شويه ادهن في الفراخ لحد ما وصلت طبعا للشكل اللي انتوا شفتوه دوت. بعد كده هنا معايا الزيت سوري الرز هعمله. نزلت بمعلقه كبيره من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه لحد ما سخنوا كويس. بصلايه متقطعه، وكمان نص قرن فلفل حامي، ممكن رومي ممكن من غير خالص. وعندي هنا شويه من البسله وشويه من الجزر المبشور، وفضلت اشوح فيهم لحد ما وصلوا اللون دوت. وبعدين نزلت بفص توم شرايح لحد ما ريحه التوم طلعت. هبدا ان انا انزل كوبايتين من الرز المصري المغسول والمتصفي، وحطيت معاه نص مكعب مرق، وكمان نص معلقه بهارات فراخ، ومعلقه كركم، ونص معلقه بابريكا، ونص معلقه سبع بهارات. هبتدي ان انا اشوح فيه كويس قوي 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 كده اهو، لحد ما الاقي ان التوابل كلها اتوزعت. وهنزل عليه بالميه المغليه، وبعدين هغطي عليه واسيبه. ما تنسوش اللايك والشير والمتابعة والاشتراك، وادعموني كتير بلايكات يا جماعة، و حمسوني كده عشان ان شاء الله انزل وصفات كتير الفترة الجاية مع بعض. شايفين كده بعد ما استوى مفلفل، وريحته يا جماعة كانت قلب الدنيا، وبصراحة كان طعمه حلو قوي 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 اهو زي ما انتم شايفين كده. حاجة يعني روعة، مش معجن ولا اي حاجة. شايفين قدامكم اهوت. ومع الفراخ دي هيبقى وجبة كاملة، والاطفال هيحبوها قوي قوي قوي. هبدأ كده ان انا اغرف معاكم اهوت. حطيت الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. رائع رائع بجد. يعني انا بنتي حبته قوي قوي، لانه طبعا تغيير وحاجة جديدة. وبعدين هقدمه مع الفراخ ومع الفرايز. كل اللي انا عملته سلقتها